مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوفوا بقى طشة البامية اللي بجد بتضرب في النافوخ، جامدة قوي 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 في حتة تانية. نسمي بالله بقى ونصلي على الرسول ونشوف الطريقة مع بعض. بجد لو ما كانش الطشة فيها صوت لغوشة وكان عندي دوشة كتير كنت نزلتها لكم بالطشة وريحتها. هنا بقى مسكت حلة، ضفت بقى فيها قطعة من السمنة، بصلاية بقى كبيرة كده حمرة. طبعا لو ميكس بقى من البصل بيبقى حلو قوي. كان عندي حتة ليا نزلت بيها. وبعد كده بقى مسكت فصين من الثوم على قرن شطة سبايسي، دقيته بقى وبعد كده نزلت بيه على البصل. بيدي طعم حلو قوي للبامية. ودي البامية انا كنت مفرزاها، اخدتها كده من الفريزر نزلتها بقى على البصلاية علشان تشرب من البصل كده. هشوحها مع بعضها. وبعد كده بعد ما شوحتها نزلت بقى بعصير الطماطم. هضيف دلوقتي البهارات، معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل ومعلقة من السكر علشان الحموضة، ورشة صغيرة قوي من السبع بهارات. وهضيف مرقة بتعزز الطعم، بتنقل البامية في حتة تانية خالص. وهنا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه هسيبها بقى اللي هي ايه تغلي كويس قوي، تتسبك مع بعضها. بصوا ما شاء الله كانت ريحتها واقسم بالله اول قلب بقى ما الدنيا. بدأت اللي هي تتسبك كده نزلت بقى عليها بمغرفة من الشوربة. كنت سلقة اللحمة لوحدها ودلوقتي بقى هضيف اللحمة في قلب البامية. بتبقى حلوة قوي علشان تشرب بقى من البامية، واللحمة تشرب من طعم البامية كده بتبقى حلوة قوي. هنا بقى هعمل لها الطشة الجبارة. جبت بقى المقلاية الصغيرة بتاعتي دي، وبعد كده بقى ايه معلقة من السمنة، وبعد كده معلقة من الثوم المفروم كنت مفرزاه، ومعلقة بقى من الكزبرة الناشفة كانت خطيرة. قلب قلبتها بقى كويس جدا لحد ما اخدت معايا اللون الجولد ده. طبعا ما تسهوش عليها علشان الكزبرة بتتحرق بسرعة. وهنا بقى نزلت بالطشة وجمال الطشة. هنا بقى في يعني اختيارين، ممكن تضيفي كزبرة ناشفة او كزبرة خضراء زي ما تحبي. هنا بقى انا هضيف الاتنين. كان عندي كزبرة بقى خضراء انا مفرزاها، اخدت بقى معلقه صغننه كده لا تذكر وضفتها عليها. وهنا بجد كانت حلوه قوي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو بمعلومه بسيطه. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. احلى